علاج مرض سرطان البروستات يعتمد على عدة عوامل، منها مرحلة المرض، عمر المريض، وكذلك الحالة العامة للمريض. في بعض الحالات المبكرة والبطيئة يمكننا نكتفي بالمراقبة اللي كتسمى المراقبة النشطة أو لا سورفيونس أكتيف. في هذه الحالة يمكننا نأخروا العلاج ونراقبوا عن طريق فحوصات دورية تطور المرض. العلاج الأول هو العلاج بالجراحة، ويعتمد على استئصال جذري البروستات وكذلك العقد اللمفاوية المحيطة به، وهذا العلاج كيستخدم أساساً في المراحل اللي كيكون المرض محدود في البروستات. العلاج الإشعاعي هو كذلك علاج موضعي كيعتمد على تدمير الخلايا السرطانية عن طريق سواء الإشعاع الداخلي أو الإشعاع الخارجي. هذا الإشعاع بالخصوص شهد تطور كبير عن طريق التقنيات الحديثة اللي مكنتنا أننا نزيدوا من دقة العلاج ونقصوا من الأعراض الجانبية بالنسبة للأنسجة السليمة. من بين هذه التقنيات المتطورة العلاج الإشعاعي المجسم أو لا راديوثيرابي ستيريوتاكسيك. هذه التقنية كتمكننا نعطيو كمية كبيرة ديال الأشعة في عدد محدود من الحصص. العلاج الثالث هو العلاج الهرموني. هذا العلاج يستخدم لتقليل من نسبة هرمون التستوستيرون في الدم، لأن هذا الهرمون هو المحفز للخلايا السرطانية. كاين كذلك العلاج الكيميائي. هذا العلاج كيستخدم أساساً في المراحل المتقدمة للمرض اللي ما بقاتش كتجاوب مع العلاجات الأخرى، أو كعلاج مشترك مع العلاج الهرموني. في بعض الحالات كنقدروا نلجؤوا للعلاج المناعي أو لا العلاجات الموجة. معكم دكتور مريم عراقي، اختصاصية في علاج أمراض السرطان، مصحة الدولية رياض النخل.